مرحبا. من لما انعرض مسلسل الزير سالم لأول مرة عام 2000، اللي كتب السيناريو له الأديب الراحل ممدوح عدوان وأخرجه الراحل حاتم علي، لعام 2011 11 سنة ما انعرض المسلسل بالإعادة أكثر من مرتين ثلاثة ربما أربعة على أبعد تقدير، يعني بمعدل كل سنتين ونص مرة. ما بعد عام 2011 لما بلشت الحرب السورية وصارت سوريا بحاجة لمصالحات، انعرض المسلسل ما بين 2011 و2020 مو أقل من 150 مرة، بحيث تفتح قنوات لبنانية إلا ما يكون في قناة عارضة الزير سالم بهذا الوقت، تفتح قنوات خليجية، قناتين خليجيات عارضين مسلسل الزير بهذا الوقت. يعني قناة بتكون بالحلقة 25، قناة بتكون بالحلقة 7 بنفس التوقيت عم بنعرض، ولكن قناة مسبقة على قناة بحوالي شهر تقريبا. تفتح القنوات الليبية عز الطلب كلها عم تعرض الزير سالم، المصرية عم تعرض الزير سالم، قنوات باليمن الزير سالم، الأردن الزير سالم. وهذا المسلسل وليس هذه القصة التاريخية، المسلسل يعني هو عبارة عن كلمة واحدة لا تصالح. لما صارت سوريا بحاجة لمصالحات اندفعوا كل القنوات حتى السورية لعرض هذا المسلسل الذي تقوم قصته كلها على حرب أهلية بين أبناء العمومة بني تغلب، أنا تغلبي على فكرة، إحنا سلالة تغلب، وأبناء العمومة بني بكر. والمعروف بأنها تبدأ بعملية غدر ينفذها جساس بن مرة البكري بطعن الملك كليب بن ربيعة التغلبي، ووصية من كليب للزير سالم شقيقه لا تصالح، 10 أبيات عنوان لا تصالح، وراح يحاكموا عند رب العالمين إذا صالح. طبعا عند رب العالمين لأنه التغالبة بني تغلب كانوا مسيحيين موحدين ما كانوا وثنيين، كذلك بني بكر لأنه كونوا أبناء عمومة. ومشت الأمور هكذا. أيها السوريون لا تتصالحوا، أيها السوريون لا تصالحوا بعضكم أو بعضكم بعضا. وهيك مشت الأمور. لا من حوالي سنة ونص تقريبا الأتراك بلسان أردوغان عم بيطالبوا بالمصالحة مع بشار الأسد، لسان أردوغان واضح. ينبري أثناءها أحد أبطال مسلسل الزير النجم بين قوسين تيم حسن اللي لعب دور الجرو بن كليب بالمسلسل عام 2000، ويقول سأصنع فيلما عن الزير سالم، سأكتب نصه سيناريو بيدي، سألعب دور البطولة، يعني هو الزير سالم بيكون مجر هالمرة، وسأخرجه بنفسي وسأنتجه بنفسي. ليش؟ لإحياء الثأر، لإحياء اللا مصالحة. سقط النظام، ما عاد ولا قناة عربية عرضت مسلسل الزير سالم هذا العام من شهر 12 2024 حتى الآن، ولا قناة عربية عرضت مسلسل الزير سالم. ولكن يعني في نفوس أصحاب الفتنة تحيا يعني الثارات، وتحيا المكائد، وتحيا إشعال النار أو إحياء النار من تحت الرماد وإلى ما هنالك. فعلى عجل وبدون تحضيرات وبدون شغل وبدون إخراج فني كبير وبدون يخترع لنا أبطال أو البعض من أبطال مسلسل الزير سالم، سلوم حداد اللي كان هو شخصية الزير آنذاك، وعابد فهد صديقي وحبيب قلبي اللي كان جساس وظل جساس الآن، وأضيف باسم ياخر بشخصية الحارث بن عباد، لطالما أن بطل الشخصية بعام 2000 خالد تاجة توفي الله يرحمه. ويتداعى هؤلاء إلى عمل مسرحي بعنوان الزير سالم،
على مسرح أبو ظبي، مسلسل من 42 حلقة أنذاك، أعتقد 40 أو 42 حلقة، يختصر الآن بساعة، ساعة ونص عمل مسرحي، 3 شخصيات فقط، بيسبوا بيقتل جبير ابن الحارث بن عباد كذا. المختصر المفيد: لا تصالح، هي رسالة للسوريين الآن: لا تصالحوا، لا تتصالحوا، لا تصالحوا ولا تتصالحوا، علما أن القصة الحقيقية التي دارت بين بني تغلب وبني بكر خلاف تام وشامل وكامل عن القصة التي تابعناها في عام 2000. قصة عام 2000 كذبة كبيرة، ومن كان مكلف بكتابة السيناريو أستاذي وأبي الروحي الأستاذ الراحل قمر الزمان علوش، وعمل حلقتين، ولكن قالوا له: لا نريد أن تأتي بالقصة كما هي، نريد أن نزج بها خطوط وقصص وشبابيك وأبواب وإلى ما هنالك. فرفض، قال: إما أن ننقل التاريخ كما هو وإما لا. فاستعيض عنه بممدوح عدوان الله يرحمه، فكتب ما يشاءون، كتب مثل ما بدهم، وحقر بني تغلب كما شاء غيره، وأهان الزير في الخاتمة بطريقة يعني ما عاش الزير سالم الحقيقي إطلاقا، وصنع من الأقزام أبطالا مثل جحدر وما جحدر وهدول، وأذل بني تغلب عشرات الحلقات من المسلسل، وخرجوا بمسلسل كما تشاء الجهة المنتجة آنذاك. ما الذي أضافه الآن أبطال الزير سالم المسرحيين عن أبطال الزير سالم يعني الدراميين من عام 2000، سوى تعزيز فكرة اللامصالحة؟ هي رسالة للسوريين الآن، للسلطة في دمشق: لا تصالحي من لم تتصالحي معه حتى الآن، ولمن لم يتصالح مع السلطة في دمشق هي رسالة: لا تتصالحوا. هذا المسلسل أصبح مسمار جحا منذ عام 2011 تحديدا، ودائما يستخدم لبث الفرقة ولزرع الحماس في نفوس الناس نحو الثأر والثأر، وعدم التسامح، عدم المسالمة، وعدم المصالحة. هذه هي الرسالة، هذا ما أفهمه. ما الذي فهمتموه أنتم من هذه المسرحية زيادة عما فهمه السوريون بعد عام 2000 وبعد 2011 من ذاك المسلسل؟ أنتم أحرار. الله يكون بعون هذا الشعب. السلام على هذا الشعب، وتحديدا الشرفاء منه.